حقيقة أحداث مركز كرش لله ثم للعقلاء المنصفين. فقد طلب مني بعض الإخوان أن أتكلم عن قضية مركز كرش التي كثر فيها اللغط والكذب وقلب الحقائق، والله المستعان. فاستخرت الله سبحانه وتعالى وعزمت على أن أتكلم فيها لله ثم للعقلاء المنصفين. اتصلت أنا بالأخ موسى يوم الأربعاء، قلت له أعلن محاضرة للشيخين أنيس المهندس ومحمد الضال يوم الجمعة، فقال لي لو تكون الأسبوع القادم، لأن الجديعة انتشرت عندنا وأكثر الطلاب رجعوا بلادهم، وكذلك الغطاس عطلان والأخ فهمي غير موجود مشغول مع القائد. ثم قال قد عزمنا أن نأتي إليه الأحد القادم. في يوم الخميس وليلة الجمعة سمعنا أن غدا الجمعة ستكون محاضرة للشيخ أحمد بن عثمان والشيخ حسين الحطيب، وأن خطبة الجمعة في المركز ستكون للشيخ أحمد عثمان. لم نصدق هذا، قلنا لعل هذا إشاعة أو كلام لا أساس له من الصحة، خاصة وأني اتصلت بالأخ موسى الأربعاء كما تقدم أنه سيأتي إلي برفقة الأخ فهمي في يوم الأحد على حسب ما كلم. أرسلت رسائل للأخ فهمي بعد أن حاولت الاتصال به ولكن كان الجوال مغلق، وقلت له هل هذا الكلام صحيح؟ فإن كان الكلام صحيح وأنت على علم فالله المستعان. مما صرح به الأخ فهمي في المجلس أمام نائب الوزير أنه كان هو ومن معه متصلين بالشيخ يحيى وأتباع الشيخ يحيى أكثر من 6 أشهر، وهذا صرح به الشيخ حسين الحطيبي، بل قال فهمي في المجلس أن تواصلهم قرابة سنة والله أعلم إن لم تخني ذاكرة. قلت لهم طيب كيف أنتم معنا وتتفقون معنا وتنكرون على طريقة أتباع الشيخ يحيى وتنفون أن تكونوا من أتباعهم، اللهم ما حصل من تأثر يسير وبعد ذلك صلحت الأمور، فكيف وأنتم الآن تؤكدون أنكم على اتصال بهم هذه المدة كلها؟ فقلت يا فهمي ويا موسى هذا يجوز؟ كيف تظهرون أنكم معنا وتتفقون معنا، بل وتظهرون أنكم لستم مع أتباع الحجوري ثم أنتم في الخفاء معهم وتتواصلون بهم هذه المدة؟ هذا يجوز؟ أين التدين؟ أين الخوف من الله؟ أين المراقبة لله؟ أين طلب العلم؟ هذا ضعف في التدين. وفاتني أن أذكرهم بحديث تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الأخ فهمي أنا في الحقيقة كنت أداهنكم وأنا أتوب إلى الله. حقيقة أحداث مركز كرش لله ثم للعقلاء المنصفين. يحكيها فضيلة شيخنا الوقور عبد الغفور بن علي السقاف اللحجي حفظه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله القائل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والقائل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والقائل ستكتب شهادتهم ويسألون. وأصلي وأسلم على نبينا محمد القائل عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما بعد فقد طلب مني بعض الإخوان أن أتكلم عن قضية مركز كرش التي كثر فيها اللغط والكذب وقلب الحقائق، والله المستعان. فاستخرت الله سبحانه وتعالى وعزمت على أن أتكلم فيها لله ثم للعقلاء المنصفين. وقبل أن أبدأ أضع نصب عيني قول الله جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألون، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا أتكلم إلا بما شهدته وبما علمته متحريا الصدق والعدل، لقول الله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. بدأت فكرة بناء المركز حين عزم أخونا محمد بن عوض اليافعي على بنائه بعد مشورة من عدد من المشايخ، وكنت ممن أشار عليه بذلك،
نظرا لكثرة أهل السنة في منطقة كرش وحاجة الناس إلى مركز علمي وعظيم الحاضنة لأهل السنة في تلك المديرية وفي قرى كرش. هذه المنطقة التي نعرفها منذ سنوات وتقام لنا فيها المحاضرات ويزدحم الناس في المساجد، ومنها مسجد السوق بالمصلين والمستمعين للمحاضرة، مما يدل على الحاضنة القوية لدعوة أهل السنة. ذهبنا لاختيار المكان أنا والأخ فهمي بصحبة محمد بن عوض اليافعي للنظر في موقع يتم فيها بناء المركز، وهكذا أيضا ذهب قبلنا أو بعدنا الشيخ أنيس والشيخ علي بن غالب اليافعي. وبعد مشاورات عزم أخونا محمد بن عوض على البناء. بعد اكتمال البناء ذهب أخونا محمد بن عوض بصحبة الأخ فهمي العامري إلى شيخنا عبد الله بن عمر بن مرعي في الفيوش، وكان الهدف هو تسليم نظارة المركز بكرش لمركز الفيوش، بحيث يكون تابعا للمركز وتحت نظر شيخنا عبد الله. وافتتح المركز بمحاضرة حضرها جمع طيب، كان المحاضر في محاضرة الافتتاح الشيخ أنيس اليافعي والشيخ علي بن غالب. بعدها قام الشيخ الخضر البيضاني بالمركز تدريسا ودعوة، على أمل أن يقوم بالمركز شيخ بصورة دائمة. وكانت بداية المركز طيبة، حيث اجتمع فيه نحو 100 طالب ملازمين للطلب فيه، إضافة إلى 150 تقريبا ممن يأتي لطلب العلم ثم يعودون إلى بيوتهم، وهذا بحسب ما أفادني به أخونا الشيخ الخضر البيضاني. استمر الخير وحصل بوجود الشيخ الخضر البيضاني خير كثير، وهذا بشهادة الأخ فهمي وشهادة الأخ موسى. ولكنه اشترط عليهم أي الشيخ البيضاني في بداية الأمر أن يمكث 2 أو 3 فقط. لذلك بحث إخوة فهمي العامري وموسى العامري عن بديل، فأشار عليهم الأخ فؤاد الحنكاسي بالشيخ منصور الضبيبي، وكان يقوم بدعوة في يافع، فأخبروه بحاجتهم إليه في كرش في المركز، فاستجاب الشيخ منصور حفظه الله وانتقل من يافع إلى مركز كرش، فمكث في المركز عدة شهور وكان له أثر طيب، وهذا أيضا بحسب ما أفادنا به الأخ فهمي. ثم بدأت بعض الخلافات بينه وبين موسى العامري، لا أعلم تفصيلها أو تفاصيلها. ثم انتهى الأمر بأن طلب الأخ موسى من الشيخ منصور، ووافقوا على ذلك فهمي العامري على ترك المركز، والذي بلغني أن السبب كونه من المناطق الشمالية وعدم حديثه عن مسائل الجهاد وغيرها. خرج الشيخ منصور من المركز وبقي فيه الأخ موسى العامري مدرسا، على أمل أن يجدوا بديلا عن الشيخ منصور. بدأت تصلني أخبار عن تأثر فهمي بأتباع الشيخ يحيى ودعوتهم. تواصلت مع الأخ فهمي وهو من طلابي، عرفته منذ أكثر من 25 سنة، وطلبت منه أن يأتيني فجاء، وسألت عن الأمر فنفى ذلك بشدة، وأظهر لي بعض الرسائل التي ينتقد فيها أتباع الشيخ يحيى وطريقتهم، وقال إنه أحيانا يتعمد استفزاز من يتهم بذلك، وهذا كان قبل حوالي 3 أشهر أو تزيد من فتنة المركز التي حصلت مؤخرا. ثم وصلني خبر قبل فتنة مركز كرش ب1.5 شهر عن تأثر موسى وفهمي وفاروق بأتباع الحجوري ودعوتهم، وأن موسى العامري زار الشيخ رشادا الضالع في مركزه،
فاتصلت بالأخ فهمي فجاء ومعه موسى وفاروق، وكنت أعرف موسى شخصا لا اسما، أو لعلي نسيت اسمه، فعرفني الأخ فهمي بالأخ موسى، ودار بيننا نقاش صريح طويل، حيث أقر موسى بتأثره ببعض ما عند أتباع الشيخ يحيى، معللا ضعف دعوة أصحاب الفيوش من الجهاد، وأن فيهم من يخذل عن الجهاد ويقول أنه فتنة، وأن موقفنا من وثيقة الشيخ الإمام وتصريحاته وموقفه من الجهاد غير صريحة. وأما ذهابه إلى المركز أي إلى مركز الشيخ رشاد الضالعي ليس إلا لزيارة أخ يعرفه. فبينت له موقفنا من قضية الجهاد الرافضة الحوثيين والوثيقة وتصريحات الشيخ الإمام، ودللت له ببعض المواقف وبعض الخطوات التي نسير عليها في مراكزنا ومساجدنا مما صدر من الشيخ الإمام، فاستغرب مما سمع، وقال أنه أول مرة يسمع مثل هذا الكلام، كان مرتاح له. وكان الأخ فاروق يذكر مسألة الجامعة والتصوير وجامعة النساء ليدلل على أن دعوتنا تغيرت، فكان موسى يسكته ويقول له هذه مسائل يسع فيها الخلاف، أهم شيء هو مسألة الجهاد والموقف من الشيخ الإمام. في نهاية الجلسة اقترحت عليهم أن نجمع الطرفين، وأعني بالطرفين الثلاثة فهمي وموسى وفاروق، والطرف الآخر بقية الإخوة في كرش، وهذا يدل أنه لم يكن معهم أحد يوافقهم على ما هم عليه. جلست مع شيخنا عبد الله بن عمر وشرحت له القضية بحضرة مجموعة من المشايخ، فكلفني والشيخ أنيس والشيخ محمد الضالعي بالجلوس مع الطرفين والنظر في القضية، وعلى أن نكون مرجعا لهم بعد الصلح إذا حصل نزاع. حددنا يوما للقاء، وجاء الإخوة من الطرفين، الطرف الأول فهمي وموسى وفاروق، وصاحبهم الأخ إلياس ولم يكن موافقا لهم ولكن ساعيا في الصلح بينهم أي بين الطرفين. وتأخر الطرف الثاني وهم عبد الوهاب ومن معه، فما وصلوا إلا بعد صلاة المغرب. بدأنا الجلسة مع الطرف الأول فهمي وموسى وفاروق بعد صلاة الظهر، إلى أن وصل الطرف الثاني بعد المغرب. وخلال جلوسنا مع الطرف الأول إلى أن وصل الطرف الثاني دار حديث طويل حول تغير موسى وميله إلى أتباع الشيخ يحيى، وسمع من المشايخ ما سمعه مني وزيادة. وخلال الجلسة لم يكن الأخ فهمي يظهر تأثره باتباع الحجوري، بل على العكس كان يظهر أنه لا يوافقهم، حتى مما قالوا أنه قال أنا أكون حجوريا، أنا قائد عسكري، لو لبست سروالا سيبدعونني. وكان من ضمن الحاضرين أخونا إلياس، وأنا قد أشرت أنه لم يكن معهم بل كان مصلحا بين الطرفين، وهو شاهد على ما دار في هذا المجلس. بعد صلاة المغرب جلس الطرفان، طرف عبد الوهاب وكانوا قرابة 30، وطرف فهمي وكانوا 3. ثم صلينا العشاء، وبعدها استمرينا في الجلسة. وفي الجلسة بشرنا الإخوة أن الأخ موسى تراجع عن تأثره باتباع أتباع الشيخ أو بأتباع الشيخ يحيى الحجوري، وإنما كان عنده بعض الإشكالات، وقد زالت بحمد الله بعد سماعي للمشايخ. ثم ذكرنا للجميع ما خرج به المشايخ، وهو كالآتي: أولا، لا ينشر للشيخ الإمام ولا للشيخ يحيى الحجوري في المجموعات أي صوتية ولو كانت وعظية. ثانيا، من تسمعه من طلاب العلم أو المشايخ من يخذل أو يقول الجهاد فتنة يمنع أو يتم تبليغ اللجنة للتفاهم معه. ثالثا، الإخوة الذين يطلبون العلم في معبر من أصحاب كرش ثم يأتون إلى المركز
يعني مركز كرش لا يمكنون من الخطابة ولا من الوعظ. رابعا في حالة استجد أمر يرجع الجميع إلى اللجنة الذين هم مشايخ، وافق الجميع على هذه الشروط، إلا أن طرف الأخ عبد الوهاب ومن معه طلبوا من الأخ موسى أن يقوم في محاضرة في كرش ويعلن تراجعه. رفض المشايخ هذا الطلب وأنه لا داعي له، ولكن المطلوب إذا عدتم إلى كرش تعلنوا محاضرة يقوم أخونا موسى بالثناء على الأخ عبد الوهاب ومن معه، وأخونا عبد الوهاب يقوم بالثناء على موسى ومن معه، وتكون الأمور طيبة بينكم. ونحن إن شاء الله نزوركم عما قريب. طلبنا كتابة الصلح فرفض طرف فهمي ومن معه بشدة وقالوا لا حاجة لكتابته والأمور طيبة. وكان طرف الإخوة عبد الوهاب من معه كانوا حريصين على كتابة الصلح، لكن كما أشرت قوبل بالرفض من قبل الأخ فهمي ومن معه، وهذه تدل على أن الأمور كانت مبيتة. فرح الجميع بالصلح، وأشدهم فرحا الأخ فهمي العامري، ومن شدة فرحه دعا الأخوة إلى العشاء والمبيت عنده، وخرج الجميع تغمرهم الفرحة والسرور بما تحقق من صلح انطفأت به نار الفتنة والحمد لله. وأنا والله أستغرب كيف يتغير الأخ فهمي بعد أيام مع ما كان يظهره لنا من الحرص على جمع الكلمة وبذل مساعي في ذلك، وما كان يظهر لنا من عدم يعني موافقته لطريقة أتباع الشيخ يحيى وغير ذلك. والله لا زلت إلى الآن مستغربا مما حصل منه، والله المستعان، مع أنه معروف بالصراحة ومعروف بالشجاعة وبيني وبينه جلسات، لكن ما كان يبدي لي ويظهر يعني ميله إلى أتباع الشيخ. صحيح كان ينتقد بعض الأمور، لكن مع ذلك ما كان يظهر منه أنه يميل إلى أتباع الشيخ يحيى، والله المستعان. سعينا في أن يقوم على المركز، هذا طبعا بعد الصلح، سعينا في أن يقوم على المركز شيخ من المشايخ، وعرضنا على الأخ فهمي والأخ موسى الشيخ ياسر الحطيمي، وكانوا يقولون لا، نحن نريد شيخا كبيرا ونريد شيخا يكون أهلا للفتوى، مع أن الشيخ ياسر الحطيبي من المشايخ الذين عندهم خير عظيم، وهو أهل حتى للفتوى، نحسبه كذلك والله حسيبه، مع أن المركز في مرحلة لا يحتاج إلى أن يكون هناك شيخ كبير ولا بد أن يكون أهلا للفتوى، لكن كانوا يتحججون بهذا الأمر. اقترحنا عليهم قيام دورة علمية في المركز، قالوا لا، ما يصلح أن تقام دورة إلا إذا اخترتم لنا شيخا، بحيث يلتف الطلاب حوله بعد الدورة مباشرة. وفي هذا رد على من يقول أننا حمشنا المركز وتركناه، وعلى هذا الأساس استباحوا لأنفسهم أخذ المركز دون إذن من الواقف ولا إذن من الناظم. والصحيح أن المركز كان محل اهتمام المشايخ، وكانوا يسعون في إيجاد من يقوم عليه، إلا أن بعض المشايخ اعتذروا لانشغال بالدروس في مركز الفيوش. وأيضا الأخ محمد بن عوض كان ولا زال مستمرا بالنفقة على المركز شهريا ما يقارب 5 مليون يستلمها الأخ فهمي العامري، وكان آخر مبلغ يستلمون قبل أيام من استحواذهم على المركز. فكيف يقال بعد هذا أننا تركنا المركز حتى يأتي غيرنا ويأخذه بغير حق؟ استمرت الأمور، ونصحنا الأخ عبد الوهاب ومن معه بالعودة إلى المركز، هذا طبعا بعد الصلح، نصحناه ومن معه بالعودة إلى المركز، لأن الأخوة لما شعروا بتأثر موسى ومن معه بأتباع الشيخ يحيى تركوا المركز، ولم يبقى فيه إلا بعدد الأصابع
بحسب كلام الأخ فهمي لي. وكانت هذه من ضمن الأمور التي اشتكى منها الأخ فهمي من الأخ عبد الوهاب، وأنه حرض الطلاب على الخروج من المركز. وأنا من باب المحافظة على الأخوة أنكرت على الأخ عبد الوهاب ذلك، وقلت له انصح الإخوة يعودوا إلى المركز. وإذا كان عند الأخ موسى بعض الأمور وأنه بدأ يميل إلى أتباع الشيخ الحجوري فأنتم لا تدفوه إليهم، بل اسحبوه إليكم بالتعاون معه والصبر عليه وبنصحته. هذا كان قبل جلسة الصبح. جاءت دورة شيخنا عبد الرحمن رحمه الله وطيب الله ثراه، وانشغلنا بالدورة. في يوم الثلاثاء قبل الجمعة التي حاضر فيها أتباع الشيخ يحيى هو الشيخ أحمد بن عثمان والشيخ حسين الحطيبي، أرسل الشيخ محمد بن الضالعي رسالة إلى الأخ فهمي وأخبره برغبة المشايخ الشيخ أنيس والشيخ صالح الحدي زيارتهم إلى المركز غدا الأربعاء. فرد عليه برسالة: نعتذر منكم وسوف أتواصل بك لاحقا. وأنا عملت له رسالة بذلك يوم الأربعاء وطلبت منه رقم موسى وأخبرته بأننا نريد محاضرة في يوم الجمعة، فأرسل لي رقم الأخ موسى، ولكن لم يعتذر لي من المحاضرة كما اعتذر للشيخ محمد الضالعي. ثم اتصلت أنا بالأخ موسى يوم الأربعاء وقلت له أعلن محاضرة للشيخين أنيس المهندس ومحمد الضالعي يوم الجمعة. فقال لي لو تكون الأسبوع القادم، لأن الجديعة انتشرت عندنا وأكثر الطلاب رجعوا بلادهم، وكذلك الغطاس عطلان، والأخ فهمي غير موجود مشغول مع القائد. ثم قال قد عزمنا أن نأتي إليك الأحد القادم، وذكر أن هناك منشور خرج فيه كلام على الشيخ سليم نسبوه إلي، يعني نسبوه إلى موسى، وهذا غير صحيح. قلت له إذن خير إن شاء الله. أرسلت رسالة موسى للشيخ محمد، أرسلت رسالة للشيخ محمد الضالعي أخبره بما كلمني به الأخ موسى وبما اعتذر به، وأن الطلاب أصيبوا بالجديعة، وأيضا الغطاس فيه عطل ويحتاج إلى إصلاح. في يوم الخميس وليلة الجمعة سمعنا أن غدا الجمعة ستكون محاضرة للشيخ أحمد بن عثمان والشيخ حسين الحطيبي، وأن خطبة الجمعة في المركز ستكون للشيخ أحمد عثمان. لم نصدق هذا، وقلنا لعل هذه إشاعة أو كلام لا أساس له من الصحة، خاصة وأني اتصلت بالأخ موسى الأربعاء كما تقدم، وأنه سيأتي إلي برفقة الأخ فهمي في يوم الأحد على حسب ما كلمني. أرسلت رسائل للأخ فهمي بعد أن حاولت الاتصال به، ولكن كان الجوال مغلق، وقلت له هل هذا الكلام صحيح؟ فإن كان الكلام صحيح وأنت على علم فالله المستعان. المهم تأكد الخبر بالإعلان، وخطب الشيخ أحمد بن عثمان هدانا الله وإياه، وثار الإخوة من الطرف الآخر وبدأوا يتوافدون من مناطق شتى من قرى كرش من أجل منع المحاضرة ولو بالقوة، واعتبروا ما حصل من فهم العامري ومن معه نقضا للاتفاق وخيانة للدعوة. اتصلت بالأخ فهمي وكان كما ذكرت إما أنه أغلق الهاتف أو أنه كان خارج التغطية، وأرسلت له رسالة أخرى أتأكد وأطلب منه الرد، ولكن لم يرد علي. وذكر بعد ذلك في الاجتماع أن هذا الجوال توقف عليه، والله أعلم. المهم بدأنا نتواصل مع المسؤولين، فقاموا جزاهم الله خيرا بالتواصل
مع الشيخ حسين الحطيبي والشيخ أحمد، وطلبوا منهما إيقاف المحاضرة، وقالوا سنحاضر خارج المركز. قالوا إذا كان خارج المركز فليس ثم مانع، بعد أن أصروا على المحاضرة. تواصل بعض المسؤولين بالأخ فهمي وطلب منه إيقاف المحاضرة، وقال المحاضرة ستكون خارج المسجد. ومع ذلك جاءت مجاميع من خارج كرش وحاضروا بدون إذن من باني المركز، وخالفوا ولي الأمر وسكروا الجوالات كما أفادنا بذلك بعض المسؤولين، وتمت المحاضرة في المركز. واستاء كثير من الإخوة المسؤولين الذين لا أحب أن أسميهم، واستنكروا أيما استنكار لهذا التصرف. قد كادت أن تكون فتنة لولا لطف الله، وأن الله قيض المشايخ لتهدئة الأوضاع. ومن شاهد الجموع التي نزلت بأسلحتهم إلى السوق من الشباب يعلم أن المشايخ بذلوا جهدا كبيرا في تهدئة الأوضاع، مع أنها كادت ستحدث فتنة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. بعدها استدعانا الشيخ أنور العمري نائب الوزير يوم الأحد. ذهبت أنا والشيخ محمد بن الضالعي والشيخ بشير الصبيحي والأخ محمد بن عوض وياسر بن حوشب، ومن طرفهم حضر الأخ فهمي والأخ موسى والأخ فاروق، ومعهم علي حمود والأخ شكري الذي يدرس عند الخضير في الرياض كما أخبرت، كلاهما من كرش، إلا أنهما ذهبا قبل الاجتماع. بدأ الكلام أخونا الشيخ أنور العمري نائب الوزير، وسألهم عن السبب الذي جعلهم ينشقون عن إخوانهم ويذهبون مع أتباع الشيخ يحيى. تكلم الأخ فهمي عن السبب، وأعاد ذكر ما ذكره وما ذكر في اجتماعنا السابق، مع أننا قد خرجنا منه بذلك الاتفاق. ذكر ما يتعلق مسألة الجهاد، مسألة الإمام والتغير في الدعوة وهو إلى غير ذلك، وأراد أن يسهم في الكلام. استأذنت من النائب بعد أن اعترضت على كلام الأخ فهمي، وقلت للنائب أنا أتكلم بما سيختصر لنا الوقت لنا ولكم، وأن ما سأذكره يعتبر ناسخا لما سيذكره الأخ فهمي أصلحنا الله وإياه. أذن لي النائب جزاه الله خير بالكلام، فتكلمت بما حصل في الاجتماع وما حصل فيه من اتفاق ينسخ كل ما مضى، وأن هذا الاجتماع لم يمضي له شهر. فلما سمع الجميع، وكان ممن حضر الأخ محسن مدير أوقاف لحج ومدير أوقاف كرش، استغربوا من هذه التصرفات ومن هذا الفعل الذي ناقض الاتفاق، ونقض الاتفاق دون مبرر، ولم يستجد أمر جديد يكون سببا لنقض الاتفاق، مع تأكيدنا لهم في مجلس الصلح أن أي أمر يستجد يرجع الجميع إلى المشايخ الذين دخلوا في القضية. وخرجنا على هذا الاتفاق، وذكرنا النقاط التي تم عليها الاتفاق بما يكون حلا وعلاجا للخلاف، مما قد ذكرته في الكلام على الصلح. والعجيب أيضا أن مما صرح به الأخ فهمي في المجلس أمام نائب الوزير أنه كان هو ومن معه متصلين بالشيخ يحيى وأتباع الشيخ يحيى أكثر من 6 أشهر، وهذا صرح به الشيخ حسين الحطيبي. بل قال فهمي في المجلس أن تواصلهم أظن قرابة سنة، والله أعلم إن لم تخني ذاكرتي. قلت لهم طيب كيف أنتم معنا وتتفقون معنا وتنكرون على طريقة أتباع الشيخ يحيى وتنفون أن تكونوا من أتباعهم؟ اللهم ما حصل من تأثر يسير، وبعد ذلك اصطلحت الأمور، فكيف وأنتم الآن تؤكدون أنكم على اتصال بهم هذه المدة كلها؟ فقلت يا فهمي ويا موسى أهذا يجوز؟ كيف تظهرون أنكم معنا وتتفقون معنا
بل وتظهرون أنكم لستم مع أتباع الحجور، ثم أنتم في الخفاء معهم وتتواصلون بهم هذه المدة، هذا يجوز؟ أين التدين؟ أين الخوف من الله؟ أين المراقبة لله؟ أين طلب العلم؟ هذا ضعف في التدين. وفاتني أن أذكرهم بحديث: تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الأخ فهمي: أنا في الحقيقة كنت أداهنكم وأنا أتوب إلى الله. هذه قال في المجلس، ويشهد بهذا كل من حضر. قال: أنا أتوب إلى الله وكنت أداهنكم. ثم قال له: طيب، وهذا الكلام إما لنائب الوزير أو لمدير الأوقاف لحق، كيف أنتم تريدون أن تأخذوا المركز وأنتم تعلمون أن الذي بنى المركز هو الأخ محمد بن عوض؟ هل استأذنتموه؟ قالوا: لا، بل ذكر الأخ فهمي أنهم ذهبوا إلى الشيخ يحيى قبل المحاضرة بأيام يستفتوا في هذا الأمر، وهو أخذ المركز، وهل لنا أن نأخذ المركز؟ فقال لهم الشيخ يحيى: لا يشرع لكم ذلك إلا إذا أذن لكم الواقف الذي بنى المركز ووقفه، وإذا منعكم فادعوا الله تحت الأشجار. قال لهم نائب الوزير أو الأخ محسن، الله أعلم من القائل: إذن أنتم لا أخذتم بقول الشيخ يحيى ولا بقول الأخ محمد بن عوض صاحب الوقف الذي رفض أن تأخذوا المركز لصالح أتباع الشيخ يحيى، ونحن طلبنا منكم بالتوقف ولم تستجيبوا لنا. هذه كلها أمور في الحقيقة تدل على خطأ تصرفكم بالواضح. ثم مع هذا كله قال لهم الأخ النائب جزاه الله خيرا: أنا أطلب منكم يا أخ فهمي ومن معه أن تبقوا مع إخوانكم أي في المركز، ولو كنتم على ما أنتم عليه، لكن مع ذلك ابقوا. فقال الأخ فهمي: لا يمكن، أنا ما أستطيع، يكفي مداهنة تلك الفترة، ولا أرضى لنفسي بعد هذا وبعد أن تبت من المداهنة أني أكون معهم. هذه مداهنة، وأنا قد تبت إلى الله من أن أداهن بعد هذا. لا أرضى لنفسي، لا أرضى لنفسي، كرر هذا مرارا. ونحن والله مع ما قاله الوزير وقلنا لا مانع يبقوا في المركز، يبقون في المركز وعلى الخير نتعاون، ولعل الله سبحانه وتعالى مع الأيام تعود الأمور كما كانت. كل هذا رغبة في الصلح وجمع الكلمة، إلا أنهم رفضوا. وبعد ذلك قال النائب نائب الوزير حفظه الله: الآن الكلمة للشيخ محمد بن عوض الذي اشترى أرض المركز وبنى عليها المركز وجعل الناظر عليها مركز الفيوش، فالأمر الآن يعود عليه. إن أقنعتموه على أن يمكنكم من المركز كان بها، وإن أصر على أن يبقى المركز تحت نظر أصحاب الفيوش انتهى الأمر. وأنا أعطيكم فرصة تجلسون معه من بعد العصر، وأريد الجواب بعد المغرب، فإن اقتنع لكم بأن يسلمكم المركز ما عندنا مانع، وإن أبى إلا أن يبقى المركز محسوبا على مركز الفيوش وأن الناظر عليه هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن مرعي انتهت القضية، وليس لكم بعد ذلك أي كلمة. صاح الأخ فهمي بصوت مرتفع وبصورة ترهيبية تخويفية: اتقوا الله، ستحدث فتنة، ما سيرضى القادة في جبهات كرش، سينزلون إلى المركز، ستحدث فتنة، إلى غير ذلك من الكلمات، ورفع الصوت وبقوة، وربما مال أو كاد أن يبكي أثناء الكلام. وهذا أمر حصل أمام المجلس، في المجلس الذي ربما فيه أكثر من 15 من الحاضرين، وفي الأخير قبلوا أن يجلسوا مع الأخ محمد بن عوض.
وانفض الاجتماع بعد الظهر حوالي الساعة 1:30، وذهبنا نحن وجلسوا مع الأخ محمد عوض وحاولوا له، وحاول أيضا من أتباع الشيخ عياء إقناعه، وهذا طبعا بتحريض من الإخوة فهمي، ولكن مع ذلك لم يستطيعوا إقناعه بأن يكون المركز تحت نظرهم، بل أصر على بقاء النظارة لمركز الفيوش، وكل المحاولات باءت بالفشل، ولله الفضل والمنة، وبثبات ربنا سبحانه وتعالى، بتثبيت ربنا سبحانه وتعالى لأخينا محمد بن عوض، فجزاه الله خيرا على ثباته مع ما حصل له من ضغوط ومحاولات، لكنه يعلم أن الحق معنا، وعلى هذا الأساس أبقى المركز تحت نظر مركز الفيوش، مع تلطفه للطرف الآخر وسماعه وحسن معاملته له، فجزاه الله خيرا. بدأت الإجراءات في تسليم المركز، ومع ذلك عاد الأخ فهمي ومن معه في محاولة أخرى، ورمى كل ما اتفقنا عليه عند الوزير، واستعان بجهات أخرى أمنية على أساس أنها مصلحة، والمقصود منها تأخير تسليم المركز لعلهم يظفرون به مرة أخرى. وصبرنا وحاولنا على أن تسير الأمور بهدوء، والمسؤولون يصبروننا ويقولون لا تستعجلوا، انتظروا، جزاهم الله خيرا. وبحمد الله تم الأمر، وعاد المركز إلى أهل السنة إلى نظر مركز الفيوش، وتم الاتفاق على أن يقوم أخونا الشيخ بشير الصبيحي على المركز خلال هذه الفترة، وهذا أولا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل المشايخ وبفضل ولاة الأمر الذين سعوا في التعامل مع القضية معاملة العدل والإنصاف دون محاباة ولا مجاملة لنا ولا لأتباع الشيخ عياء، وإنما لزموا العدل، وهذا لا يمكن أن ينكره أحد، وهذا بتوفيق الله لهم، فجزاهم الله خيرا، وجزا الله خيرا الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. كانت هذه الكلمة في يوم الخميس الموافق 27 من شهر صفر عام 47 و400 بعد 1000. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ عبد الغفور اللحجي حفظه الله، ومن شبكة بلاغ السلفية.